اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. كل يوم هنتكلم في مشكله جديده ونتكلم على اسئله وشكاوي اللي هي بيفكر كتير منكم فيها وعايز يسمع لها اجابه. طيب حلقه النهارده بتتكلم عن بحس يا دكتور بعد ما بحشي الضرس بحس ان في الم، ازاي؟ بقعد افكر زي كده، بقول طيب انا المفروض حشيته عشان اخلص الالم وعشان الضرس خلاص يبقى كده ارجع اكل عليه طبيعي وكده، وبلاقي برضه ما زال الالم موجود. هل ده طبيعي ولا دي ساعات بشك مشكله في الدكتور اللي حشالي، بحس ان هو مش فاهم حاجه، او مثلا بنتهم ساعات الدكاتره ان هم مثلا ما عرفوش يشتغلوا كويس او كده، او مثلا دي مشكله طبيعيه ولا ايه؟ هقول لك النهارده بسرعه في عجاله سريعه. امر ان تحس بالم بعد ما تحشي الضرس ده امر طبيعي جدا، والالم المتفاوت اللي انت بتحسه بعديها دي بتبقى الام متفاوته طبيعيه، بتبدا ان هي تزول تدريجيا بعد ايه؟ خلال اسبوعين بالظبط بتبدا تزول تدريجيا. خلال يعني الم مثلا ايه؟ يزيد شويه ينقص، يعمل خلال اسبوعين. انما امتى بقى تتكلم؟ لو بعد ما عدى اسبوعين لقيت الالم ما زال موجود وحدته بتزيد، الشده بتاعت الالم انت بتبقى عارف الالم ليه ايه مستويات في الشده، ساعات تلاقي الالم شادد جامد وساعات سنه بسيطه وساعات وسط وساعات اعلى فاعلى زي كده. لو لقيته بعد اسبوعين لقيت الالم ما زال موجود والشده بتاعته بتزيد، لازم فورا ترجع دكتور السنان اللي حشرك الضرس وقتها. خلال الفتره اللي هي خلال الاسبوعين دي بيبقى الامر طبيعي جدا. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني في الحلقه دي النهارده برضو، يعني هما سؤالين ان شاء الله عشان ما نطولش على حضراتكم. لو انا يا دكتور والدكتور بيبنجني عشان يعمل لي اي حاجه في اسناني، سواء يعمل تركيبات او حشو عادي او عصب او كده، بحس ان انا بلعت شويه بنج صغيرين جدا، هل في مشكله ياثروا عليه؟ اصل انا يا دكتور مش عارف، بخاف اصل انا بتوغوش ياثر عليا مش عارف في المعده كده. اقول لك لا، مفيش اي مشكله. لو كميه صغيره اتبلعت هتحس بمراره كده في سلف حلقك، بس بعد كده تبلعها مفيش ايه، مفيش اي مشكله. لو عندكم استفسارات وعندكم اي عناوين حلقات عايزين نتكلم عنها او اي عناوين مشاكل في طب السنان، اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.